بدأنا كده يا أستاذ. أيوه. لسه بس هم يدخلوا على طول. محمد عاطف أول واحد دخل. اوكي. ومين تاني؟ هو ابتدى بقى بيدخل فيه لغاية دلوقتي اهو. مين؟ في محمد هشام، في بسنت، في محمد السيد. هتقولي اسم ملايين. ما انا بقول لك يعني اللي دخلوا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والشكر لله، وأيضا الشكر موصول إلى الملايين من جماهيري اللي ما كنتش متخيل إن ربنا كافاني بحبهم لي. وكما قلت احترمت عقل الجمهور، فهو منحني الحب وأيضا الاحترام. طبعا يعني أنا عامل اللايف ده عشان أقدم الشكر لكل من وقف بجانبي. ليس منعا للموت وهو قدر الله، ولكن للتعبير عن حبهم والتعبير عن احترامهم. أنا بشكر كل الناس. لو أطول إن أنا أقابل واحد فيهم هتبقى مكافأة ليا. بشكر الدولة، بشكر الحكومة، بس اوعوا حد يعتقد إن أنا اتعالجت على نفقة الدولة. حتى لو ده كان حدث فأنا ما كنتش هقبل، لأني كنت هتبرع بيها لمن يستحقون أكثر مني. وعكة صحية زي أي وعكة ممكن تحصل وتصيب البشر. يعني الموت علينا حق، وكل إنسان هتجيله اللحظة وهيقضي الله بقدره فيسلم نفسه له. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ليكون يعني مكان يحتوي خلقه. خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الطائر والأسماك. خلق هذا الكون ليستمتع الإنسان فيه، يعيش فيه باستمتاع، وهو يدرك أنه لن يستطيع أن يصنع ملي من هذا الكون. كانت هذه رحمة الله بالإنسان، ولكن عندما يفقد الإنسان إنسانيته فهو ضد إرادة الله. أنا سعيد بمرضي، وسعيد أيضا بشفائي، وسعيد إن أنا واقف قدامكم دلوقتي وبتكلم. صحيح ممكن يكون في حاجات ضايقتني، ما ضايقتنيش أنا، إنما كان خوفا على مشاعر الآخرين، مشاعر ولادي ومشاعر أهلي ومشاعر جمهوري في العالم كله. بس أنا ما بحبش إن أتكلم فيها دلوقتي. وعكة صحية وعدت، وربنا سبحانه وتعالى كافاني وجاملني، وبستعد إن أنا أعود تاني للحياة، وهو المسرح. المسرح هو حياتي. هعود وأكمل مسيرتي كإنسان لم يفقد إنسانيته،
وهتبقى دعوتي دائما: إياك أن تفقد إنسانيتك. العالم كله فقد إنسانيته بجد. يمكن بنلاقي حيوانات أكثر رحمة من الإنسان. أنا هبدأ مسرح قريب، وبجهز مسلسل أعتقد إن حان وقته إنه يتقدم. أنا بحضر فيه من 3 سنين، وهو مسلسل رحلة المليار. اسم مؤقت يعني، بس مش سنبل، ما يتناسب مع هذا الزمن. رحلة المليار من إخراج المخرج الكبير عمرو عابدين. مين اللي هينتجه بقى؟ إن شاء الله أتمنى إنه يبقى التلفزيون المصري، لأن يبدو إن القنوات التانية مش هترضى، أو يعني مش هتبقى حابة قوي. بحضر الجزء الثالث من مفيش مشكلة زي ما عدتكم قبل كده، وإن شاء الله هيتقدم وهيناقش قضايا كثيرة. أتمنى إنه يذاع. حاجات كتير لفتت نظري حتى في الفرقة بتاعتي، إنهم يمتلكون أيضا في قلوبهم إنسانية، واحتاطوا بي وقلقوا عليا ووقفوا جنبي وساعدوني. ويمكن قبل المرض ب15 يوم كان حصل حريق في المسرح في مدينة سنبل، وابتلع كل الأجهزة الهامة في المسرح، ودي أغلى حاجة في المسرح. كل الأجهزة الإضاءة والصوت والكمبيوترز. لا، وحرقت كمان الشرايط اللي سجلت عليها فارس يكشف المستور. وبعد حريق مدينة سنبل للأسف أنا كنت خرجت من المستشفى المرة اللي قبلها يعني، وفوجئت إن البيت عندي بيولع. فده قدر الله وما شاء فعل، ولكن على الإنسان الحذر، وسنكون حذرين. والله أنا يعني مش عايز يبقى كلامي دمه تقيل. أنا كان نفسي كالعادة إن الواحد يعني نضحك ونهزر، بس ده هيحصل، وأنا بعتذر لكم إن هيبقى الحوار قصير جدا، علشان أنا عندي مواعيد أدوية لسه بتعالج يعني قدامي فترة. والحقيقة كمان بريح قبل يوم 26 الأربعاء 26 نوفمبر. كان من شهر متفق على إن يوم 20 نوفمبر واحتفالية كبيرة معمولة لتكريمي، ولكن لما دخلت المستشفى المرة دي حصل لخبطة. كان في ناس حاجزة تذاكر طيران من خارج مصر لقدومها. إن أنا منحت من اتحاد المبدعين العرب. طبعا كل الشكر لاتحاد المبدعين العرب اللي هو عضو في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية، لها كل الاحترام. بشكر الصديق الغالي الدكتور أحمد نور رئيس الاتحاد، إنهم وجهوا لي رسالة فيها حيثيات التكريم، أني نلت وسام الشرف للثقافة والفن المصري، وأيضا أصبحت عضوا في هيئة الأمم المتحدة للسان الثقافة والفن العربي. وهذا هو رغبة حقيقية عندي، وأنا كان مهم أوي أقرأ حيثيات التكريم والترشيح، لأني لو ما صدقتش الحيثيات دي يعني على بخجل كده بنسحب وما بقبلش هذا التكريم. ولكن هذه الحيثيات أسعدتني واقتنعت بها وصدقتها، والحقيقة وافقت عليها.
والاحتفالية هتتم في يوم 26 نوفمبر 4 الساعة 7 بمسرح مدينة سنبل. وأتمنى إني في هذا المجال أحقق ما كنا نحلم به، انتشار الثقافة العربية والفن العربي، وكيف تندمج الحضارات في العالم. قد تعود الإنسانية لنا، اندماج الحضارات الذي يصنع. كتير قوي يقولوا إن الإنسان بيصنع الحضارة. أنا بقول إن الحضارة هي التي صنعت الإنسان، والإنسان أيضا صنع الحضارة. عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا، يبقى ده دوري في الأمم المتحدة. الهروب من كل القسوة في العالم والهروب من كل الظلم في العالم هو أن تعود إنسانيتنا. الإنسانية تعني الكثير لكل البشر، وهذا ميزان العدل في هذا الكون اللي خلقه ربنا. الثقافة والفن معول، إما أن يبني إنسان أو يهدم إنسان. نتمنى إن احنا ننشر ثقافتنا وحضارتنا. اللي أتحدى إن لو سألنا مش شاب، حتى لو جهل، إيه هي حضارتك؟ إيه هو تاريخك؟ مين العظماء في وطنك؟ أعتقد مش هيقدر يذكرهم ولا يوصفهم. فهذا هو دوري في الأيام القادمة إذا أعطاني العمر ربنا سبحانه وتعالى. أنا بشكركم جدا جدا جدا، وهلتقي بيكم مستمتعا على مسرح مدينة سنبل قريبا بإذن الله. لو في أسئلة أقدر أجاوب عليها. آية الأدمن هتكتر في الأسئلة أنا عارف. لا عشان حضرتك مهندس. قبل الأسئلة بس في ناس كتير كاتبالك ألف سلامة بشكركم جدا. وصلني هذا الإحساس. وصلني الإحساس ده وأنا تعبان. وصلني الإحساس ده من كل دول العالم، مش في مصر بس. وصلني، وفعلا زي ما أنا قلت برضو، إن لم أصدق هذا الإحساس لن يسعدني، ولكن وصلني. هناك بعض الأشرار ملناش دعوة بيهم اللي فقدوا إنسانيتهم. بس أكتر تعليق لفت نظري إن حد كاتب لك بنت اسمها شيرين بتقول لك إحنا قلقنا عليك مش قلقنا على فنان، إحنا قلقانين على حد من عيلتنا. أشكرك جدا. في بقى مريم بتقول الأجزاء بتاعت مفيش مشكلة خالص أنا مستنياها بقالي 5 سنين، هتبقى إمتى؟ هي مرة صحيح، احنا خدنا القرار ده كذا مرة، بس كانت في أعمال بتتطلب إنها تنزل في وقت معين، لأن هو ده وقتها اللي بتحاكي الواقع، فيمكن دي اللي بتعطلنا. حد بيقول لك إيه أكتر مسرحية حضرتك قريبة من شخصية محمد صبحي؟ يعني إيه أكتر شخصية مثلتها هي ملمسة مع شخصيتك الحقيقية؟ هي طبعا السؤال ده اتسألته كتير. ماما أمريكا هي شخصية محمد صبحي، ونيس هي شخصية محمد صبحي، فارس يكشف المستور اللي هي آخر مسرحية اللي اتحرقت دي دلوقتي هنعيد تصويرها بعدين لما نقدم الموسم الأخير. فارس يكشف المستور هي شخصية محمد صبحي بما يمتصه من ألم في هذا الزمان. نشوى بتقول لك التجربة اللي حضرتك مريت بيها كلنا بنمر بيها، اللي هي فكرة التعب يعني، بس طلعت بيها بإيه؟ مش أول مرة يعني الإنسان مش أول مرة يعيا مرة واحدة، لا، هو حياتنا كلها مزيج ما بين الصحة والعافية وما بين المرض، وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى. والاختبار ده أيضا هو كرم، بأنه يبين لك قد إيه الناس بتحبك والناس بتحترمك. بس ما
اغضبني الاشاعات. بالظبط. يعني كتير قوي اتكلموا عن الحكايه دي، بس انا لما كنت في وسط ولادي بيقولوا لي بيشتكوا لي بعد ما تعافيت شويه في المستشفى، انا ضحكت. ازاي؟ بيقولوا لي ازاي بتضحك؟ قلت لهم لان دول البشر اللي هم فقدوا انسانيتهم علشان يكتبوا اكاذيب عشان يركبوا الترند. وللاسف اللي بدأها اليوم السابع، وبقول الاسم عشان لو عايزين يرفعوا قضية. يوم السابع جريدة حكومية، جريدة مصرية. يعني عيب قوي، عيب قوي. انا بتريق، هم قالوا لي تضحك عليه، قلت لهم عشان افتكرت اللي انا بشوفه على السوشيال ميديا، يجيبوا كده إنا لله وإنا إليه راجعون، وصوت اللي بيتكلم فقدت مصر فنانا عظيما أو فنانة عظيمة. لقد تألم الشعب المصري والعالم العربي لفقدان هذا الفنان. ويقعد يتكلم وجايبين شطات لفنانين كتير ما تعرفش يعني فيهم. يقول لك إذا لو حبيت تعرف مين هو الفنان ده على إنه فزورة، ادخل في أول تعليق ستعرف اسم الفنان. فاضحك. بس فعلا الواحد بيبقى من الفضول بخش كنت أول تعليق ألاقي إعلانات صابون وإعلانات شامبو يعني حاجة ملهاش علاقة. ورغم إن الواحد كذا مرة يقع في الخية دي، بس بيبقى عايز يشوف. بس عايز أقول حاجة للجمهور الذي يجب أن يكون واعيا. لو فنان توفاه الله، أول من يعلن هي نقابة المهن التمثيلية أو نقابة السينما أو نقابة الموسيقيين. هي دي اللي هتعلن، لأن مش ممكن تفقد فنان عظيم أو فنان مش عارف إيه قدير أو كده وهتسكت. فنستنى شوية لما نشوف النقابة أصدرت هذا البيان هنصدقه قطعا يعني. إنما أنا تخيلت حاجة، قلت لهم أنا عايز أصور فيديو. فقالوا لي ازاي؟ قلت لهم عايز اركب الترند، انا في عز عيايا وفي عز مرضي والمي. فقلت لهم صوروني وانا هقول، وصوروني. بس انا طبعا ما رضيتش انزله لان لقيت ان هو ايضا ترند. فبقول للاسف فقدت مصر فنانا عظيما، فنانا كبيرا، لقد تألمت شعوب العالم لفقدانه. انا مت. فبقول وبعد كده إذا أردت أن تعرف من هو المتوفي بص على أول تعليق. قلت لهم الفيديو اللي بعديه عشان بقى نركب ترند أكتر. بقول الحقيقة كان يعني خبرا كاذبا، أنا حي، انتظروني في الموتى القادمة. يعني عبث حقيقي اللي كتب ده، يعني بهدف الإقناع إنه حصل. طب ليه؟ كلنا هنموت، مفيش حد هيعيش للآخر. يعني أنت خلاص عمرك كده. أرجو أن تنتبهوا أن السوشيال ميديا هي سلاح عدوك. السوشيال ميديا سلاح عدوك، يسرب فيها كل ما يشاء ويصنع أجيال منحطة لا تستطيع أن تدافع عن وطنها. آخر سؤال عشان حضرتك وقتك كمان. منى بتقول لك هل ممكن تقدر تعمل لنا برنامج في رمضان صغير، حلقات صغيرة كده بتكلمنا فيه يوميا على الصفحة مش على أي قناة؟ يا منى تقدري انت حضرتك تجيبي لي قناة تذيع اللي أنا بعمله؟ بتقول لك على الصفحة. ايه بتقول لك على الصفحة؟ على الصفحة تبقى لا احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان انا نفسي اعمل برنامج 10 دقايق يعني في تمثيل وفي كل حاجة بيناقش القضية الآنية في نفس اليوم. فهنحاول نعمل ده، بس يعني ايه روقوا شوية او واحدة يعني ايه؟ واحدة عليك يعني. لا هي كلمة تانية مش واحدة. بطلوا هري.
يعني نبطل هري شويه واصبروا، هنعمل حاجات كبيره وعظيمه جدا. انا بشكر طبعا بالنسبه نقابه المهن التمثيليه ونقيب المهن التمثيليه الدكتور اشرف زكي، لان تلقيت دوت وانا في الفراش ترشيحي لجائزه الدوله التقديريه. كل الشكر. ولكن عايزين نعرف بس ان جائزة الدولة التقديرية الحقيقة بتحصل بان كل الجامعات والاكاديميات والابحاث والنقابات بترشح، وبيحصل تصفية وبيشوفوا مين اللي يستحق هذه الجائزة بتاعت الدولة. الحقيقة انا ما فرحتش قوي، لان انا اترشحت لهذه الجائزة 27 مرة وبلغت ان انا خدتها، وبعدين اتقال معلش اتنازل المرة دي عشان الست دي تعبانة، يعني شؤون اجتماعية يعني بدأت تفقد قيمتها. اشكر طبعا النقابة بترشيحي لجائزة عظيمة زي دي للدولة، ولكن انا اعتقد هاخدها عشان الناس اللي بتاعت الترند بعد ما اموت. كما قال الكاتب الكبير توفيق الحكيم: الأمة الميتة هي التي يموت فيها أحياؤها، والأمة الحية هي التي يحيا فيها أمواتها. نفسك تطولي شوية؟ لا. يلا لو في أي سؤال مهم. مها بتقول لك المسلسل هيبقى تكمله لسنبل ولا ملوش علاقه بسنبل خالص؟ انا قلت ده هي دخلت متاخر. دخلتش متاخر. لا انا بس فكره رحله المليار الاسم مؤقت، بس ملوش علاقه بسنبل رحله المليون. يعني ليه؟ لان الزمن اتغير، واحنا بنعمل اعمالنا الفنيه يا اما عوده للتاريخ علشان نبرز اشياء، يا اما الحاضر، يا اما تخيلات للمستقبل. المسلسل ده أنا عاشق كتابته، مش عمله، عاشق كتابته. ناقشت مع عمرو عابدين كتير في التيمة وفي الموضوع، وفي فيلم أيضا هتعمله المخرجة العظيمة اللي أنا شايفه ومتخيل إنها مخرجة عظيمة وقفت كتير، معرفش وقفت ليه. دي خريجة معهد السينما، هي دينا الرفاعي. والفيلم ده كان من 3 سنين، كان يرى ما يحدث اليوم، بس انا اتنبأ لها مستقبل عظيم جدا، وهنعمل مع بعض شغل، هنعمل برنامج يعني جديد، والبرنامج ده فيه تمثيل وفي مواقف لن يتخيلها المشاهد، فإن شاء الله ربنا يوفقها. إنما رحلة المليار هي بتتكلم كيف تعطي وطنك بصدق، كيف تعطي وطنك وتسعد بتقدمه، كيف تعطي وطنك أعمالا وأفعالا وليست وعودا. كل الشكر ليكم، وهنتقابل قريب تاني بإذن الله. كل الشكر والحب والاحترام والتقدير.